السلام عليكم، انا خالد درغام طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهارده اقول لكم نصايح شهر واحد. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. عارف ان انا طولت عليكم، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، ولكن الضغط بتاع الكلية ودلوقتي بمتحن فاينل فادعولي، وبصور لكم دلوقتي في وسط امتحانات الفاينل. ولكن لازم اقول لكم كلام مهم جدا جدا في شهر واحد. شهر واحد ده هو الشهر اللي بيكون في نص السنة، هو الشهر اللي هتاخدوا فيه اجازة نص السنة، هو الشهر اللي كلكم فاقدين فيه الشغف، الشهر اللي هتلاقي ان انت عندك تراكمات كتير، الشهر اللي انت بتبقى قاعد وشايف، يعني قاعد بتبص للسقف ما بتعملش اي حاجة، بتبص للسقف ومش قادر تقوم تذاكر. الشهر اللي هتلاقي كل طلبة ثانوية عامة فيه نايمة ومش قادرة تقوم، مش قادرة تعمل حاجة، ومحدش عارف يعمل أي حاجة في الشهر ده. الشهر ده اللي خلاص كله جاب آخره وحاسس إن السنة طولت، وخايف برضو من اللي جاي وخايف من الامتحانات. الشهر ده اللي هتلاقي فيه كلام عن مواعيد امتحان ثانوية عامة. امتحان ثانوية عامة هيتعمل في يوم 14/6، هيتعمل يوم 16/6. جدول ثانوية عامة بيتجهز، جدول ثانوية عامة بيتعمل. يا ترى هيبدأوا بمادة ايه؟ على أساس إن كل سنة مش بيبدأوا بالعربي، بس ما علينا. هتلاقي كل الجروبات بتاعت ثانوية عامة ان خلاص يا جماعة ده فاضل 6 شهور، ده فاضل 5 شهور، ده الامتحانات قربت. هتلاقي توتر، وفي نفس الوقت مش قادر تذاكر، وفي نفس الوقت انت متنح او متنحة ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. كل ده بيحصل في شهر واحد. فازاي الشهر ده كله نطلع بيه بأحسن استفادة؟ من الآخر، وعشان ما اكدبش عليكم، عشان ما اطولش عليكم، الشهر ده هو الشهر اللي انتوا هتخشوا فيه على اجازة نص السنة. اذا ما كنتوش اخدتوا اجازة نص السنة، في منكم دلوقتي زمانه في اجازة نص السنة، وفي منكم لسه هياخدها، وفي منكم خدها وخلاص هيبدأ كمان في الترم التاني. فبالنسبة لمادة مثلا زي الانجليزي، بالنسبة لي انا في الوقت ده لحقت نفسي في الانجليزي، وانا مش بأفور، انا في الوقت ده لحقت نفسي في الانجليزي. اشتركت مع مدرس بعد ما كنت بغير مدرسين كتير في الانجليزي، اشتركت مع مستر محمد صلاح في الانجليزي، وكملت معاه لحد اخر السنة، وفعلا لملي الدنيا ولملي المراجعات ولحقت الم نفسي. فالاهم من كل ده، فما علينا من كل ده، الفكرة في ايه دلوقتي؟ الفكرة ان زي ما قلت لكم في الاول، ان طلبة ثانوية عامة اغلبها هتلاقيها دلوقتي مش قادرة تعمل اي حاجة. هتلاقي كله نايم، كله فاقد الشغف، مش قادر يعمل حاجة، عليا تراكمات، ابص ورايا الاقي تراكمات، ابص قدامي الاقي امتحانات، فانا مش قادر اعمل حاجة وواقف مكاني. عارف ان كلكم كده، واحنا كنا كده برضو الدفعات اللي فاتت. ولكن هو الفكرة ان الفترة اللي انتوا فيها دلوقتي هي الفترة اللي فعلا هتفرق ما بين اللي هيجيب مجموع واللي مش هيجيب مجموع، اللي هيوصل فعلا واللي مش هيوصل، اللي هيلاقي نفسه ربنا كرمه حتى لو مش بالكلية اللي هو كان عايزها، او مش بالمجموع اللي هو كان عايزه، ولكن ربنا كرمه وبعد كده شاف ان فعلا المكان اللي هو راح له هو ده الخير ليه، وبين اللي اصلا مش هيتعب. فهو يعني انت ولا تعبت وعايز كمان تجيب مجموع، فانت اللي هو انت ايه؟ الفترة دي هي الفترة اللي بتفرق ما بين اللي بيجي وقت الامتحانات ويقعدوا يزعقوا، وتلاقي البنت بتعيط، وتلاقي الولد بيصرخ، وتلاقي واد بيغمى عليه، وبنت بيحصل لها حاجات، الكلام ده كله، واللي بيقعدوا يشتموا في الامتحانات، واللي بيحط الامتحانات وازاي عملها كده، وازاي جايب لنا امتحانات صعبة، ويقعدوا يدعوا على الناس. والناس اللي بتلاقيها في حالها وسابت كل ده وخلصت الامتحان وحلت كويس وراجعة عشان تشوف المادة اللي بعدها، كل ده، كل الليلة بتاعت ثانوية عامة دي اصلا بتتلخص في الشهر اللي انتوا فيه دلوقتي. يعني باختصار هوضحها لكم وابسطها لكم اكتر. دلوقتي احنا عارفين ان طلبة ثانوية عامة وليكن علمي علوم عددهم مثلا كام؟ عددهم 400 ألف واحد، تمام؟ اللي بيجيب مجموع، اغلب اللي بيخشوا علمي علوم بيكونوا عايزين كلية طبية، صح؟ فاغلب اللي بيخشوا علمي علوم اللي هم حوالي مثلا 400 ألف، هيخش منهم حوالي مثلا 30 ألف كليات طبية. العدد مش بيزيد عن 30 ألف مثلا. فتخيلوا 30 ألف من 400 ألف طالب، فأكيد ال 30 ألف القليلين دول عملوا حاجة مش كل الناس بتعملها. أنا جاي أقول لكم إن في الشهر ده، في الناس اللي هتلاقوهم نايمين، وناس كتير مش قادرين يقوموا، وناس كتير مش عارفين يذاكروا، وناس كتير بيبصوا متنحين ومش فاهمين اي حاجة، هم ال20 25 ال30 ألف هم دول اللي قاموا وعملوا اللي عليهم، هم دول اللي راحوا وبدأوا يسعوا ان هم يذاكروا ويلموا التراكمات. لان يعني ما فيش تقريبا حد في ثانوية عامة ما راكمش ولو درس، ما فيش، مستحيلة، يعني بنسبة 99.9.
فهم دلوقتي في الوقت ده بيلموا المتراكم، هم في الوقت ده بيذاكروا، هم في الوقت ده بيحلوا، هم في الوقت ده عارفين ان كل الناس نامت، فدلوقتي هو ده الوقت بتاعنا. طب انا دلوقتي يا خالد ربنا هيساويني باللي بدأ من اول السنة؟ يعني انا دلوقتي هبدأ، طب ما هو في ناس ذاكرت وناس اجتهدت، فازاي ربنا هيساويني باللي بادئ من اول السنة؟ انت عليك السعي مش عليك النتيجة، انت عليك ان انت هتسعى فهتجتهد فربنا هيوفقك ايا كان. اذا كان ربنا يوفقك الدخول كلية انت كان نفسك فيها، انك تجيب مجموع انت كان نفسك فيه، او انك هتلاقي نفسك ربنا بيوديك لطريق هتلاقي ان هو الخير، ايا كان ربنا هيرضيك بالطريق اللي انت هتخش بيه. هتخش طريق وهتلاقي كلية انت ممكن ما تكونش كان نفسك فيها، ولكن انت اجتهدت وسعيت وما سبتش مجهود كان في ايديك تعمله وما عملتوش، هتلاقي الطريق ده ربنا خلاك شايفه احسن طريق وربنا يكرمك فيه جدا جدا جدا، وهتقول عمري ما كنت عايز اخش الكلية اللي انا كنت فاكر ان هي الخير. يعني معلش هو ربنا يعني كلية طب او كلية صيدلة، كلية فنون جميلة، كلية حقوق، كلية اداب، اي كلية انت او انتي نفسك فيها، يعني الكلية دي عند ربنا ايه ان هو يديها لك؟ يعني دي مش حاجة يا جماعة، دي مش حاجة. ويا ريت بعد كل الكلام اللي انا بقوله وكل الانفعال اللي انا فعلته ده نفتكر حاجة، ان انا دلوقتي في ثانوية عامة، انا طالب ثانوية عامة، انا هدفي ايه؟ يعني انا هخش الكلية مثلا، انا عايز اخش طب بشري، طب اسنان، صيدلة، حاسبات، فنون جميلة، اداب، اي حاجة. انا دلوقتي هداخل الكلية ليه؟ احنا ليه اصلا بنخش وظيفة؟ احنا ليه بنتوظف في مهنة معينة؟ ايه الهدف من الوظيفة دي؟ الهدف منها ان احنا نعمل حاجة فنرضي بيها ربنا فنخش الجنة. فالهدف منها مش ما يبقاش هدفكم الرئيسي ان انا اخش مثلا طب او اخش كلية معينة فهيبقى منصب، فبقى شكلي الله، شكلي قدام الناس هيبقى عامل ازاي، وهيتقال لي بقى ده المهندس راح، ده الدكتور راح، ده الدكتور جه. يا ريت نشيل العقلية دي من دماغنا. انتوا مجرد ما تشيلوا اصلا الموضوع ده من دماغكم انتوا الاسترس اقل من عليكم. انا ايام ثانويه عامه ما كنتش محدد لنفسي كليه ان انا اللي هو انا لو ما جبتش طب بشري لا ما فيش، انا مش. يا جماعه ده تقريبا نص الضغط اللي بيبقى عليكم، نص الستريس اللي بتحسوه والاعصاب اللي بتتشد والكلام ده، اللي هو انا هجيب طب بشري ولا لا هجيب. ملهاش علاقة، ملهاش علاقة. هتلاقي نفسك دخلت كلية تانية ربنا كرمك فيها أضعاف اللي كان ربنا هيكرمك فيه لو دخلت كلية زي اللي انت كنت بتفكر فيها أيام ثانوية. فانتوا شيلوا الاسترس من عليكم، أهم حاجة تسعوا، أهم حاجة تجتهدوا، هتلاقي ربنا دخلك الطريق اللي فعلا هو الخير ليك، واللي في الآخر هيوصلك بيه للجنة إن شاء الله. فالهدف من كل ده إن احنا يا جماعة في شهر واحد الناس كلها نايمة. ايه اللي هيجتهد دلوقتي؟ صدقوني يعني انا مش هقول لكم فرصه ان هو يجيب مجموعه عاليه او فرصه ان هو يخش كليه كذا عاليه، انا هقول لكم فرصه ان ربنا يكرمه يعني فوق 100%، لان انت هتبقى بذلت كل اللي عليك، وايا كانت النتيجه بتاعتك يوم النتيجه فانت هتشوف النتيجه مش هتبقى متضايق. سيبكوا بقى من الكلام اللي هو انا شفت النتيجه وانهارت ودخلت المستشفى وحسبي الله ونعم الوكيل في مش عارف مين والوزاره، الكلام ده كله يعني بصراحة هو يعني قليلين قوي من اللي بيقولوا كده، هم اللي بيكونوا فعلا جابوا اخرهم. انت جبت اخرك هتشوف النتيجة خلاص، هو ده. اصل هتعمل ايه تاني؟ ما كانش في ايدك حاجة تعملها، فانت من دلوقتي ما يبقاش في ايدك حاجة تعملها تخش تكسر الدنيا تروح تذاكر. مفيش هزار، خلاص داخلين في شهر واحد. يعني انت لو ما ذاكرتش دلوقتي هتذاكر امتى؟ هتذاكر شهر 2 شهر 3، ما هو مفيش حل تاني. شهر 2 شهر 3 ده انت يعني انت ايه يعني مادة مادتين مش لا يعني نخلي الموضوع ده لما نوصل شهر 2 شهر 3. بس لو انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي او انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي فابدأ دلوقتي. النهارده 1/1، النهارده 2/1، النهارده 5/1، النهارده 20/1، ابدأ دلوقتي. وزي ما قلت لكم ملناش دعوه بموضوع طب اللي قبلي بدأ من زمان والناس اللي بدأوا من شهر 6 من وهم في تانية ثانوي بيذاكروا منهج تالتة ثانوي، احنا ملناش دعوه بالكلام ده. ما يمكن ربنا يكرمك بالكليه اللي انت نفسك فيها وهو ربنا يكرمه في مجال تاني في كليه تانية برضو اضعاف اللي هو كان نفسه فيه. فاحنا ملناش دعوه بالقصه دي، احنا لينا السعي وملناش دعوه بالنتيجه. طب انا يا خالد بفكر اجل السنه، اصل انا يعني هذاكر دلوقتي، لا انا لسه ما بداتش خالص، انا دي ثانويه عامه. طب انا هاجل بس مواد معينه، هاخد 3 واسيب 4 والكلام اللي بيحصل ده
بالله عليكم احنا لسه في شهر واحد، والله لسه في شهر واحد. حرام تضيعوا سنة كمان من عمركم في ثانوية عامة. هتخلصوا ثانوية عامة وهتكتشفوا ان اصلا الدنيا واسعة فوق ما تتخيلوا يا جدعان. انا كنت في ثانوية عامة وعارف وحاسس بيكم وفاهم انتوا بتمروا بايه والله، بس صدقوني الدنيا اوسع مما تتخيلوا. والضغط اللي كان عليكم في ثانوية عامة ده هتخلصوا وهتكتشفوا ان اللي هو انا كنت بعمل ايه. يعني حرفيا انا كنت بعمل ايه. المجهود اللي هتبذلوه في ثانوية عامة واللي قاعدين بتبذلوه، المجاهدة وضغطة النفس والكلام ده كله، هتخلصوا ثانوية عامة الموضوع هيختفي. الموضوع هيختفي. هتلاقوها ذكريات، ما مش اكتر ذكريات، وهتقولوا ان فعلا انا تعبت في ثانويه عامه، ان انا فعلا ما كانش في ايدي حاجه تانية اعملها في ثانويه عامه. فده اللي انا عايز اوصل لكم. مش عايزكم تيجوا يوم النتيجه تقولوا انا لو ذاكرت في الفتره دي، وانا لا، انا كنت بستعبط، كنت بستهبل، كنت قاعد بلعب، قاعد بتكلم شات، قاعد بقلب تيك توك، قاعد بعمل اي حاجه، قاعد بسمع فيديوهات تحفيزيه، واخش انام. يعني طب ايه الفايده يعني؟ بس فده اللي انا كنت عايز اقوله لكم بمناسبه شهر واحد. شهر واحد فعلا كنز، فعلا كنز، فعلا كنز. استغلوه، لان مثلا في شهر اتنين انتوا هتبقوا قربتوا مراجعه نهائيه. كله في المراجعه النهائيه بيبدا يشد تاني، خلاص بس مراجعه نهائيه، عارف ان المنهج مش هيتكرر تاني، فخلاص هتلاقوا كله بيشد. هتلاقوا ال 400 الف علم علوم بيشدوا في المراجعه النهائيه. دلوقتي تخش دلوقتي وتوصل لهم، لكن بعد كده لينا كلام تاني. بس معلش لو انفعلت شويه، مش انفعال، بس هو على قد ما اقدر ان انا فعلا يعني عايز اخش لكم في الكاميرا، لان الموضوع يعني لسه في ايديكم، لسه في ايديكم فعلا. اجتهدوا. اللي شغال من اول السنه ما يزهقش. لسه خلاص السنه بتخلص وهترتاحوا بعدها. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. اللي عنده اي كومنت يكتب لي تحت في الكومنتات، هرد عليكم على طول. معلش لو طولت عليكم في الفتره اللي فاتت ما نزلتلكوش فيديوهات، بس بحاول على قد ما اقدر انزل لكم، والفتره الجايه وعد انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. فيديوهات على قد ما اقدر ان هي ما تضيعلكوش وقتكم. بس انا عارف الوقت اللي انتوا اصلا بتقلبوا فيه تيك توك، بتقلبوا فيه يوتيوب الفتره دي من ثانويه عامه، انا عارف انتوا ايه اللي بيحصل لكم بالظبط. فلازم فيديو زي ده يفوقكم ويعرفكم انتوا فين. هحاول على قد ما اقدر لو في اي مشكله بتواجهكم اعمل لكم فيديو عنها. لو في اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.